من التكنولوجيا. القرية الذكية دي كان ليها حكاية غريبة وعجيبة، يا ترى مكانها فين؟ الناس اللي انتوا عايشين فيها شكلهم ايه؟ ده اللي هنشوفه معاكم من خلال الناس وتفسيرهم ليها ايه. القرية الذكية تعرف هي فين؟ القرية الذكية دي معروفة في شرم الشيخ حضرتك، في اسكندرية وفي الأقصر وفي أسوان وفي راس البر، في كل جميع الأماكن، في أماكن فيها بس الأساس ده عندنا اللي هي في شرم الشيخ يعني. بيركب فيها الخيل. ولما بيركبوا فيها الخيل وبعد كده بيعملوا فيها أفراح تقريبا كده. كل الناس؟ هو غالبا الناس اللي مترفهة شوية يعني. شرم الشيخ بتعمل ايه هي؟ أكلات ذكية في شرم الشيخ. شرم الشيخ معنى هي لسه مشهورة وبلد سياحية وبلد كويسة. شفتها؟ رحتها مرة بس زي شو بقى. كانت عجبتك؟ عجبتني جدا. أحلى حاجة عجبتك فيها ايه؟ عجبتني الشجرة بتاعتها نظيفة والمياه بتاعتها كويسة والمسرح بتاعها كويس كمان جدا يعني. أنا بحب أتمتع فيها يعني. نزلت المية فيها؟ نزلت المياه فيها. طب ويعني المية بتاعتها مختلفة مثلا عن اسكندرية؟ لا المياه بتاعتها بتدي ألوان جميلة، ألوانها جميلة كده بنفسجي وأخضر وأحمر عادي يعني. قرية يعني قرية ايه؟ قرية عادية يعني؟ لا يعني ممكن يعني يكون بياخدوا الأطفال الصغيرين يعني من هم صغيرين كده بتبقى دورات بحيث يعني يطلع الطفل